مباراه حزينه، يعني عينيه ورمه من الدموع على فكره. هو عيط اول ما استقبل تغيير برناردو سيلفا في هذه المباراه. فالنهارده وداعيه ستونز وداعيه برناردو سيلفا وداعيه جوارديولا الذي هيمن على الدوري الانجليزي، واللي يحظى باحترام الجميع. يعني كل لاعبي استون فيلا ذهبوا لجوارديولا لتحيته على مشواره في البريمير ليج. هو غير في تفكير كل اللاعبين يا محمد، مش في اللعيبه بس اللي دربوا تحت ايديه. كل اللي بيتفرج على فرق جوارديولا اتعلم، الحكام اتعلموا، المنافسين اتعلموا. هنفتقد الحوارات بقى بتاعته دي اللي بعد كل مباراه يروح للعيبه بتاعته ولعيبه الخصم. كان مهووسا بكل التعليمات وبالتفاصيل وبالارقام. أيوة. حتى في المباراه الاخيره بتاعت النهارده اول ما الفريق سجل هدف سيمينيو راح ادى تعليمات لما اعرفش لمين والمين. فاعتقد ان هي مباراه زي ما اقول اليوم الختامي ده بيبقى يوم فيه مشاعر واحاسيس لكل الموجودين، سواء الجمهور سواء المدربين سواء اللاعبين اللي هيختموا تاريخهم مع تاريخ هذا النادي اللي كانت حقبه تاريخيه. 10 مواسم 20 بطوله و20 بطوله يعني باداء كبير. انا قلت قبل هذه المباراه ان هو هذا الرجل غير في شكل كره القدم، مش الانجليزيه بس. حتى النهارده المساعد بتاعه خد الدوري، يعني هو ساب الدوري للمساعد بتاع اللي خد الدوري، وتشيلسي هيجيب المساعد بتاعه عشان ينافس بتاع هذا الرجل. فحقبه تاريخيه لهذا الجيل وله بصمه لكل اللاعبين، سواء العناصر الخبره سواء الصفقات الجديده. على الشاشه دلوقتي برناردو سيلفا، شفنا حتى لما جاب هالاند وبعد المواسم الاخيره ازاي الفريق اتغير، شكل الفريق ازاي اتغير، بقى لعب مباشر، ما كان الاستحواذ موجود. فبيبني او بنى الفريق 3-4 مرات حسب الامكانيات الموجوده. فخسر لقب الدوري اخر موسمين، انما حقبه تاريخيه لهذا الرجل اللي احنا استمتعنا بيه معاه 10 سنين في الدوري الانجليزي، استمتاع حقيقي. انت تستمتع هذا الرجل داخل المستطيل الاخضر والمؤتمرات الصحفيه والتعليمات، كاريزما. الكاميرا بتحبه، هو ما بيحبش الكاميرات بس الكاميرا بتحبه لانه نجم. هذا المدرب هو نجم الدوري، فاذا كان هناك لاعبين نجوم لدوريات اخرى فهذا الدوري الانجليزي نجمه جوارديولا. والدليل انه فاز ب6 القاب من اخر 10. 60% من المواسم التي لعبها كمدرب للفريق تمكن من الفوز خلالها بلقب البريمير ليج. انا اعيش معكم جزءا من تحيه جماهير الاتحاد للسيد جوارديولا. شاهدنا اذا خروج جوارديولا ونجوم سيتي ملعب الاتحاد مؤقتا. هناك عوده لجوله للاحتفاء والاحتفال مع جوارديولا وجماهير فريق مانشستر سيتي، بينما صمم مانشستر سيتي هذه الصورة فيها الكثير من اللقطات المهمة للرجل منذ أن جاء مدربا للفريق، وصولا إلى الفوز بالتشامبيونز ليج، إلى 6 ألقاب على مستوى البريمير ليج، الفوز كذلك بكأس الاتحاد، بكأس الرابطة، بالدرع الخيرية، بكأس العالم للأندية، بكل شيء يمكن أن يفوز به فريق مانشستر سيتي حققه الرجل. وفي منتصف هذه الصورة هناك عناق بينه وبين كلوب، اعتراف من جوارديولا ومن السيتي بأنه كان واحدا من أقوى الخصوم الذين واجهوا مانشستر سيتي في حقبة جوارديولا، بينما معظم جماهير فريق مانشستر سيتي جاءت برسالة لهذا الرجل تقديرا لما قدمه خلال كل هذه الحقبة والفترة الذهبية في صفوف مانشستر سيتي. من ملعب الاتحاد دعونا ننتقل معكم مشاهدينا الاعزاء الى ملعب اخر، الى انفيلد الذي يعيشه هو الاخر كذلك لحظات حزينه فيها امور مهمه تتعلق عبد العزيز بوداع روبرتسون وبوداع صلاح. حقبه تقريبا بدات تنتهي، تبقى فقط اليسون وفان دايك. كثير من اللاعبين ذهبوا ورحلوا، لكن هذه سنة الحياة. يعني حتى روبرتسون في هذا الموسم لم يبدأ الكثير من المباريات. نفس الأمر بالنسبة لصلاح، كانت هناك الكثير من البطولات، أبرزها حصول على الدوري لمرتين، حصول على الشامبيونز ليج، حصول على كأس السوبر الأوروبي، بطولة كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد، كأس الرابطة مرتين. فالكثير من البطولات كانت متواجدة في حقبة تقريبا 9 سنوات بالنسبة لهذا الفريق أو هذان اللاعبان روبرتسون ومحمد صلاح. يعني من الصعب جدا بأن تجد تعويض لمثل هذا النوع من الشخصيات، ليس الإمكانيات، ولكن أتحدث تحديدا عن محمد صلاح. صعب بأن تعوض لاعب يسجل هذا الكم من الأهداف. انت معكم ممر الشرف الخاص بنجم ليفربول الأول محمد صلاح. شاهدنا تكريما محترما لمسيرة المحترمة جدا لمحمد صلاح. من نادر نشاهد دموع محمد صلاح. محمد، احنا المصريين كده لما بنحب من القلب. هو الصراحة نجم
يدخل القلوب بسرعه وفي بساطه. الراجل راح يتصور اهو هو حافي تاني يعني الامور واخدها بسلاسه وببساطه. اذا كان هناك جوارديولا المدربين في 10 سنين هيمنه وسيطر، فهناك صلاح جوارديولا اللاعبين هيمنه وسيطره. 9 سنين 8 مواسم فيهم 9 ألقاب. ايوه 8 مواسم فيهم ما فيش غلطه. فهذا اللاعب صعب تعويضه. اتكلم عبد العزيز على الشخصيات، الاثنين ده بطل منتخب او كابتن منتخب اسكتلندا وده كابتن منتخب مصر. اللعيبه اللي نوعيه اللي زي دي صعب تعويضها فنيا وحتى في اوضه اللبس. اللعيبه دي تشيلك، اللعيبه دي اصحاب مسؤوليه صعب تعويضها. فليفربول هيعاني بصعب تعويض هؤلاء اللاعبين. احنا شفنا روبرتسون وارنولد ده كابتن محمد مع كلوب، الاثنين الشمال واليمين كانوا مفاتيح اساسيه. وشفنا مع صلاح فيرمينيو ومانيه الثلاثي الساحر اللي شفنا معاهم احلى كوره. فهذا الفريق او هذا الجيل قدم لنا تنافس كبير، والكمال في كره القدم ما بين التنافس والاداء الجيد والالقاب. فالصراحه الحقبه دي صعب تعويضها من اللاعبين والمدربين. فليفربول كان يعاني مع قبل مجيء هؤلاء اللاعبين. هو كلوب خد دوري مرتين وخد دوري ابطال وخد كاس عالم للانديه، فعاد مره اخرى للقمه وكان هؤلاء مشككين. فاصبح الان هذا الجيل ايمان كبير بهذا الفريق وبهذا النادي. وحقبه بدايه حقبه هتبقى صعبه، لان زي ما قلت النهارده من المفاجآت بقاء كلوب او بقاء ارن سلوت حتى الان رغم النتائج السلبيه. فالامور بعد هذا الرحيل هؤلاء النجوم صعب تعويضهم من الناحيه الفنيه وايضا من الناحيه القياديه. فالمشوار صعب، ومع بقاء سلوت على الدكه بقى اصعب واصعب.